عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من سلسلة شيوات سميرة. الشيوة ديال اليوم غادي نوريكم طريقة تحضير لدان قدرة بالبطاطس. كما كتعرفوا هاد لدان كنعرفوا ندير الاغلبيه كيعرفوا يديروها قطبان او كيديروها فيلي كيطيبوها في مقلاة مباشره او كيديروها دي كروكي. انا بغيت نوريكم واحد الطريقه ممكن ديروها لوليداتكم او الاسره ديالكم، فهي طريقه جد رائعه ولذيذه بالنسبه للدان او الديك الهندي، كاين اللي كيعيط له الهندي او بيبي. كنشد هكا عندي كيلو ديال الهبره، كنقطعها هكا مربعات صغير، ماشي صغيره بزاف، متوسطه بحال هادي. نقطعوا القطبان. عندي واحد جوج بصلات متوسطين الحجم، شرائح ماشي يكونوا كبار، يكونوا متوسطين، ماشي صغار وماشي كبار، يكونوا متوسطين شرائح. عندي واحد نصف كيلو البطاطس او كيلو اللارب اللي قطعته هكا حتى هو مكعبات، ماشي تكون صغيره حتى هي تكون شويه كبيبره هاد المكعبات. عندي واحد الكأس ديال الحمص مفزك، هانتوما كتشوفوا الكأس ديال الحمص. عندي واحد الكأس الا ربع ديال زيت نباتيه او زيت المائده، كل واحد الشيء يعيط لهذا الزيت. عندي واحد طماطم، حبه طماطم صغيره محكوكه، محيد لها الماء ديال هذاك البذور ومحكوكه رقيقه. هانتوما كتشوفوا الطماطم تكون صغيره، تنأكد ماشي متوسطه، الا كانت متوسطه حكوا غير النصف ديالها. عندي واحد جوج ملاعق كبيره ديال الباقدنوس ديال المعدنوس مفروم طري، وعندي معلقه صغيره ديال القزبره مفرومه طريه، هي شويه ديال القزبر ما تكتروش، هذا هي كيعطي النكهه. كنوصيكم ما تكتروش القزبر، غير شويه، غير هكا غبيره ديال القزبر. وعندي راس المعلقه ديال السمن، يكون حتى هو غير شويه ديال السمن. بالنسبه للتوابل عندي واحد الضويمه ديال الزعفران الحر، راه كتجي لذيذه في الطياب هاد الطامه. عندي نص معلقه صغيره ديال الزنجبيل، هاد المعلقه هادي غير النصف ديالها ديال السكينجبير، ما تكتروش السكينجبير كيكون قليل في هاد القدره. وعندي معلقه صغيره تكون مسطحه ديال الابزار الفلفل الاسود، وعندي معلقه صغيره ديال الكركم ديال الخرقوم، وعندي الملح حسب الذوق. اول حاجه كناخذ طنجره ديال الضغط، كناخذ ديك لاداند او بيبي او الهبره ديال الديك الهندي، كنديرها في الطنجره ديال الضغط. كنزيد عليها داك شرائح جوج بصلات، كنضيف عليها ديك حبه طماطم صغيره محكوكه او نصف حبه طماطم متوسطه الحجم، كنحيدوا لها الماء. الكميه ديال الطماطم كتكون قليله، غير شويه اللي كتعطي النكهه ديالها. كنضيف داك الباقدنوس، جوج ملاعق كبيره ديال الباقدنوس، وكنضيف داك شويه ديال القزبره غير النكهه. نسيت قبيله ما قلت لكم السمن، هي راس معلقه ديال السمن، جاب لي الله بحال نسيتها. كندير هاد راس المعلقه غير قد حموصه ديال السمن. كنضيف داك الحمص، راه منقوع في الماء ليله كامله داك الحمص. دابا كنضيف التوابل، كنضيف الفلفل الاسود، قلت لكم معلقه صغيره ديال الفلفل الاسود مسطحه ما تكونش مقببه، معلقه صغيره ها هي اللي استعملت. الابزار حتى هو ما كيكونش كتير، والنصف ديال ديك الملعقه ديال الزنجبيل، تسكينجبير ما كيكونش كتير، غير شويه. كنضيف ملعقه صغيره ديال الكركم، وكنضيف الملح حسب الذوق، الملح كل واحد
يذوق القياس اللي بغا. وكنضيف ديك ضامه ديال الزعفران الحر، وكنضيف داك نصف كاس ديال زيت نباتيه، كاس الا ربع عفوا. كنخلط هاد العناصر وكنضيف الماء وكنخلي هاد الشيء يطبخ فوق النار. كنسد عليه طنجره ديال الضغط، كنضيف الماء. هانتوما كتشوفوا ما تكثروش الماء بزاف لان عارفين هاد الدجاج دغيا كيطيب. ديروا غير القياس، كون شويه عايم عليها الماء باش ما ديروش عاود شي واد ديال الماء. تبارك الله المراه المغربيه راه كتعرف القياس فاش كطيب كل حاجه. دابا غادي نسد عليه طنجره ديال الضغط وندير فوق نار متوسطه واحد نصف ساعه ونطفي عليه. بطبيعه الحال كندير لها الصفاره ديالها. شحال من واحد تيقول لي واش بلا صفاره. دابا غادي نردها فوق النار. منين كنفتح عليها كدوز واحد نص ساعه، كنفتح عليها كنحيد الصفاره، كنلقى ديك الطريفات ديال الدجاج طابو وداك الحمص حتى هو طاب، وكنخليها واحد 5 دقائق هكا عريانه كتشرب كتقلى شي شويه، كتلبى ديك المريقه لان عارفين البطاطا دغيا كطيب هكا. ملي كتلبى واحد شي شويه كناخذ دوك المربعات او المكعبات ديال البطاطس كنضيفهم هكا. البطاطا راه دغيا كطيب، ما خصهاش طيب حتى تحل، وما خصش المرق يكون كثير، يكون القياس. دابا غادي نسد عليها. ملي تبدا تصفر نحسب واحد 5 دقائق حتى ل 10 دقائق ونطفي عليها لان البطاطس دغيا كطيب. البطاطا كما كتشوفوا ندير لها الصفاره ديالها، ومنين تبدا تصفر نحسب 5 حتى ل 10 دقائق ونطفي. ومنين تطيب هاد القدره ديال الدجاج والبطاطس كنقدمها هكا، كتكون المريقه شويه خفيفه، وكندوق الملحه وكنقليها مزيان حتى تكون ديك المريقه مليبيه، وكنقدمها مع هاد العصير د الخيار اللي فايت لي قدمت لكم. هاد العصير راه ما كيتقدمش مع الحلويات، تيتقدم مع المأكولات مع الاشياء المالحه. فايت لي شوفوا لا فيديو ديالو راه كيجي رائع وتيبرد بحال السلطه، حتى هو كيتقدم هكا في الكؤوس. ودرت فلفله مشويه والطماطم والباقدنوس مفروم قدمته معاه، وهكا كنكونوا حضرنا واحد الوجبه لذيذه وصحيه لوليداتنا، وكنكونوا غيرنا شويه ديك لادان داك البيبي اللي كنديروه قطبان كما قلت لكم في الاول، او فيلي او لي كروكي او لي ناغيت. كنكونوا غيرنا الطريقه ديالو، درنا على طريقه مغربيه اصيله قدره. ولا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم وشاركوا معايا في القناه ديالي شيوات سميره باش ديما يوصلكم الجديد، وبارطاجيو لا فيديو، ديروا التعليقات والاراء والتشجيعات ديالكم، وبالصحه والراحه.